يا صباح الفل والهنا والحلويات. حاسه كده ان انا زهقتكم من دخلة كل مره. انا اسفه على التاخير، انا اسفه على التاخير، بس انا المره دي يعني ضميري مرتاح شويه، مش حاسه ان انا متاخره عنكم اكتر حاجه يعني. بس ما زلتوا بتوحشوني والله. كمان لو تعرفوا سبب تاخيري كده طول الوقت هتعذروني، يعني بجد هتعذروني. هتقولوا لي بصي انت خليكي كده ارتاحي لك شويه وبعدين نبقى نشوفك بعدين. النهارده هنعمل مع بعض ميك اب عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين. وكمان هوريكم الفاونديشن الجديد بتاع شي جلام نار. انا لسه ما جربتوش، هجربه معاكم لاول مره، بس يمكن انا متحمسه شويه عشان شي جلام اول مره تعمل فاونديشن بالشكل ده، فمش هنرغي. يلا بينا على الفيديو. هرطب وشي بالمرطب ده بتاع جود بريب من شي جلام. بستسهل بصراحه احطه جدا لانه كمان بيديني ترطيب على طول وتلزيق، انا بحب التلزيق ده قوي. المهم متهيألي انا خلاص بان عليا، يعني انا مش هقدر اخبي اكتر من كده. خبر لذيذ، زيزو هيبقى عنده اخ او اخت. بدأت مناخيري تكبر. كل العلامات دي انتوا عارفينها وحافظينها عليا كويس جدا. فخلاص بقى مش الواحد مش هيقدر يخبي اكتر من كده ولا يعمل نفسه سمباتيكو قمر اكتر من كده. انا حامل تاني. كانت مفاجأة كده نوعا ما ليا يعني، بس خلاص فرحت. ما كنتش جاهزة ابدا للخبر ده يعني، ابدا ابدا. بس لا خلاص يعني حبيت الموضوع وكده، واهو رجعت اتدلع تاني شوية. بس الموضوع مع زيزو صعب شويتين. هرسم حواجبي بقلم الحواجب ده بتاع شي جلام، عارفينه وحافظينه وصممينه، وانا يعني ده تاني واحد مثلا عندي. الموضوع مع زيزو يعني مش سهل دلوقتي اطلاقا يعني، وانا بحتاج ان انا علشان اعرف اصور اصلا، يعني عشان اعرف اقوم واركز مع نفسي واصور وافتح ومنتج وبتاع، لازم يكون زيزو مش في البيت، لازم. فبضطر كده ان انا مثلا كل 3 اسابيع ولا حاجه بسربه بوديه عند ماما علشان اعرف اشتغل اي حاجه يعني، حتى والله بعمل اللي اقدر عليه. وزيزو يعني ما شاء الله دلوقتي احنا في مرحله فرق واكتشاف العالم الخارجي، يعني كل حاجه عايز يعرف بتقول ايه، العلبه دي بتقول ايه، البرطمان ده بيقول ايه، مش عارفه ايه يعني نازل بقى دغدغه. انا الميك اب بتاعي ده تقريبا زيه زي عيالي كده. بحافظ عليه اكتر حاجه في الدنيا. زيزو بقى جه في خلال شهر كسر لي تقريبا 3 حاجات. بصوا انا ما بحبش اعمل في حواجبي اكتر من كده، يعني مجرد ان انا بس مليت شويه فراغات نو مور، يعني ما عملتش اي حاجه تانية. استخدم السوليتاب بتاعي التحفه. السوليتاب ده عندي من ايام الجامعه، بحبه. هعمل كده تقريبا اكتر لون اي شادو عملته في 2024 واخر 2023 كانت اللوكات اللي فيها بني وذهبي، معرفش برتاح فيهم. حتى كمان العدسات بقيت بحب البسها عسلي وبني، يعني قليل ما بلبس مثلا عدسه لون تاني خالص. شي جلام عامله ايلاينر جل ب3 الوان ملهمش حل، ووتر بروف وبيتمسحوا بالعافيه وحاجه يعني تحفه. فانا كان عندي منه الابيض والاسود، جبت منه البني. الجل ده بتاع شي جلام اللي لونه بني فتح. بصوا حتى اللون البني بتاعه لذيذ، محمر شويه كده، عايزه اجربه. هعمل ايلاينر بالجل البني ده، تعالوا نجرب. واو، حلوه قوي. الدرجه دي هتبقى في السموكي تحفه لو انتي استخدمتيها يعني كمثلا قاعده للسموكي البني او حاجه، هتبقى تحفه. بس انا بحطه بشويه تمويه من فوق عشان انا عايزاه يبقى مموه كده، وبفرشه بنسل صغنطوطه كده هزود التمويهه دي وهعيد فوقيها باللون البني. من اي باليت اي شادو عندي محتاجه بس لون بني حلو علشان اثبت بيه الجل ده.
عايزه اقول لكم ان رسمه العين دي انا بعشق ان انا اعملها بالتيب، بتخلص في ثواني. حاسه ان انا مش مستحمله شكل اللوك كده من غير جليتر، عايزه احط بيجمنت خفيف او اي حاجه. بصوا عشان انا جبت حاجه عسل، يعني عسل عسل، عايزه اوريكم شكلها. الليكويد جليتر دي من عند شي جلام. بصوا اصلا الباكج تحسوا كيوت كده، واللون لذيذ قوي برضو. الدرجه دي اسمها كونفيتي، بفرشه صغننه كده. بصوا الدرجه شامبين قوي. ممكن احطها كده في النص وادمجها مثلا. بس كده. هعمل العين التانية واجي. يا لهوي على النظافة. خلصت ميك اب العيون ويجي اهم خطوة في الفيديو كله، وهو الفاونديشن. بصوا جاي ازاي اصلا بالذمة، بصوا ازاي تحفة. الفاونديشن بتاعنا المرة دي ستيك فاونديشن. الستيك فاونديشن اللي هو شكله كده. اكتر حاجه بتميز الفاونديشنات اللي من النوع ده ان هي بتليق اكتر مع البشرات الجافه والمختلطه. اوحش حاجه في الفاونديشن ده المره دي ان انا جايبه منه افتح 6 درجات وانا مغمقه يا جماعه. يعني انا ما اعرفش انا ليه عملت في نفسي كده، يعني انا اتفاجئت دلوقتي وانا بصور. يعني انا صورت الجزء بتاع الفاونديشن ده وبعدين الموبايل فصل فالفيديو طار، فانا اوريدي مجربه وغاسله وشي كمان. انا اكتشفت ان انا جايبه درجات كلها فاتحه ما عدا درجه واحده، وهي دي اللي احنا هنستخدمها النهارده. الفاونديشن النهارده اسمه سكين ماجنت هاي كفرج فاونديشن ستيك، نازل منه 36 درجه. يعني نو واي انت هتلاقي درجتك وش. يعني انت مهما كنتي من افتح درجه لو انت بيضه خالص لاغمق درجه في الدنيا هتلاقي درجتك. بس انا اللي اخطأت في اختيار الدرجات المره دي، معلش. انا جايبه من الفاونديشن ده المره دي افتح 6 درجات. انا المفروض ان انا وشي يكون من الدرجات اللي هي تاني 6 درجات مش اول 6 درجات. ما اعرفش ان انا اغمقيت كده. الفاونديشن ده بيقولك حطي قبله برايمر عشان ترطبي وشك. انا ما حطيتش برايمر، انا حطيت مرطب. وبيقولك كمان حطي الفاونديشن على التشين بتاعتك وعلى وشك هنا وهنا وهنا، وبعدين بلندي، ولو انت محتاجه زياده حطي زياده، وبلندي بالفرشه اللي هي جايه معاه، لان هو جاي معاه الفرشه دي. الفرشه دي كانت اصلا بتتباع على شي ان، وهم يعني جابوها هي تقريبا وبس كتبوا عليها شي جلام. و يلا نجرب الدرجات. انا جايبه منه درجه اسمها باتر كريم. باتر كريم دي فاتحه شويه على وشي، يعني بصوا فاتحه. في كمان فير دي بقى يعني فاتحه قوي برضو بس على شعره بينك. فير على بينك باينه هي قوي، يعني بالنسبه لي دي احلى. في كمان درجه باسم جديد نازله في شي جلام اسمها بامبو. بامبو دي بصوا يعني هي دي اللي انا هستخدمها النهارده. بصوا صفرة شويه، تحسوها يعني شبه ساند بس افتح. محتاره شويه ما بين درجه باتر كريم وما بين درجه بامبو. يعني دي بامبو صفرة شويه، وبصوا باتر كريم لما وزعتها شويه بايدي حسيت انها مش وحشه. فانا ممكن النهارده استخدم باتر كريم عشان ما اغمقش نفسي قوي. قلت لكم ان انا من شويه كنت مسجله الفيديو ده اساسا وراح مني، فوانا بسجل الفيديو انا استخدمت البرش بتاعه الفاونديشن اللي جايه معاها، اللي لاحظته انها بتاكل الفاونديشن، بتاكله يعني بتسحبه كده. فتعالوا نجرب ده تاني قدامكم. هعمل كده
يمكن انا لو معايا درجتين اللي هم بامبو وباتر كريم ودمجتهم على بعض تطلع درجتي. يعني انا دي فاتحه شويه والتانيه غامقه شويه، فمتهيالي الميكس هيبقى حلو. ولكن الفرشه دي في اماكن بتدمجها وفي اماكن بتسحب الفاونديشن من عليها، فده اللي ضايقني. يعني مش بتخفف الكفر، لا بتمسح، يعني فاهمه. الفرشه دي ادتني ايحاء ان انا مجرد بس لونت وشي بس، انما كفر مش قوي. ف يلا نعيد عليه تاني ونستخدم السبونج بتاعتنا العاديه، وهكتر شويه تحت عيني علشان يديني كفر اكني حاطه كونسيلر كده. حطيت نقطه من عند اللي هي درجه اللي هي بامبو، علشان يعني اعادل الدرجه على وشي شويه عشان ما تبقاش فاتحه قوي، يعني زي ما انتم شايفين بيضه كده. لا السبونج طبعا احلى بكتير، السبونج احلى بكتير. ادتني كفر بصراحه، كفر على عكس الفرشه الفاشله اللي جايه معاها دي. وشي فلتر. حتى شكل المسام بتاعت وشي حلوه قوي، يعني خطيره. انا لو عليا مثلا ابقى اجيب درجه نود مثلا ولا حاجه، هبقى اشوف الدرجه المناسبه ليا في الدرجات التانية الاغمق شويه. دلوقتي بقى يجي وقت البرونزر والبلاشر، مش هقدر استغنى عنهم. شوفوا مهما عملت وما اقدرش، افوره بافوره. البرونزر الكريمي او الكونتور الكريمي طبعا من عند شي جلام، برضو درجه اسمها تيراكوتا، اكتر درجه انا بحبها فيهم. الفرشه دي بتاعت سوما اللي هي دي، لما بتتوه مني شويه بجد يعني بتعصب من كتر ما انا خلاص ياختي. هو انا كل مره بزود وارجع اقول ليه زودت، بس معلش يلا هنتصرف. شوفوا النبي القمر، يعني اصلا كنا مقفورين في اللون وفي الكميه وهي برضو ظبطته. اعمل ايه؟ ابوسها يعني؟ لا ما ابوسهاش، اروح اشتري منها 2 كمان. هما كل فتره كده بيعملوا عروض على الفرش. فرشه زي دي انتي لو ميك اب ارتست مثلا متهيألي لازم يبقى معاكي منها 3 مينيموم، هتستخدميها طول اللوك. دلوقتي بقى يجي وقت البلاش ده، الدرجه اللي انا بصوا ازهقتكم منها والله، عايزه اغير، بس يعني لازم تصدقوني الحاجه اللي هتلاقوها في ايدي في كل فيديو من غير ما ابقى حاسبالها او ابقى يعني مركزه معاها، اعرفوا ان دي فعلا من مفضلاتي، واللي هو من غير ما اقول لكم اني بحبها روحوا اشتروها. الدرجه دي اسمها بيرث داي سوت، يعني احلى درجه اورنج لبلاشر كريمي، تحسوها مظبوطه قوي كده، يعني فاهمين؟ مظبوطه. وباخد اللون بدمجه برضو مع لون البرونزر، يعني بيكونوا على بعض. وشايفين كمان حركة اللي انا عملتها في بقي دي هتسهل عليا جدا رسمة شفايفي جدا. الصيف دخل بحره برطوبته ببهدلته، تظهر دي تاني تنقذني من بهدلة الصيف. اللوز باودر دي بتاعت شي جلام اللي هي الاورنج. احنا اوريدي كنا حطينا بقى كونسيلر فمش هنحط تاني، فانا محتاجة بقى تثبيت عالمي بقى عشان انا في الصيف بتبهدل. شوفوا يعني انا بشرتي جافة بس بتبهدل. طبعا الحركه اللي انا بعملها دي اللي هي اسمها بيكنج، اللي هو انا اخد بودره كتير واحط مثلا في مكان، اركز البودره في مكان. الحركه دي انا المفروض ما اعملهاش في الطبيعي بتاعي لاني بشرتي جافه، انا ممكن وشي ينشف جدا، بس احنا في الصيف فانا ما بخافش
من الحركه دي ابدا طول ما انا في الصيف. مش هيحصل لي حاجه. في الشتاء بقى لا 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 استحاله، يعني هلاقي وشي نشف وجف وفرول وبهدل. شويه بودره بقى فين؟ هنا وهنا وحوالين الفم عندي على الهادي، يعني ما بحطش بودره كتير، اللي هو ببواقي اللي في السفنجه بس. في الصيف بيبدا ان هو يتبل ويطلع ميه وبتاع، ف بتبهدل. هستخدم الماسكارا دي بتاعت شي جلام اللي هي الووتر بروف. انا في الصيف بستخدم دي خصوصا في رموشي السفليه. محتاجه انفض بقى البودره الكتير دي من على وشي، علشان اصلا البودره دي هي ووتر بروف تحفه، ولكن بتعمل فلاش باك، مش هنقدر ننكر هذه الحقيقه. هستخدم بقى البرونزر ده بتاع جوسي بيوتي، عشان انا ماسكه فيه بقالي حبه كده، ماسكه فيه بقالي حبه كتير يعني. ده الفرشه دي البرونزر بتاع جوسي بيوتي ده درجته رقم 2. بصوا الدرجه ازاي حلوه. يا لها امك، يا لها امك انت، يا لها امك انت جايبه لي معاكي مانجا؟ جبتيها منين دي؟ شكرا. يا زوزو انت جبتي لي مانجا؟ اضحكي كسوره ليه؟ اضحكي توتو، اضحكي توتو. نكمل بقى الاورنجات الفظيعه دي. يعني هحاول النهارده امسك نفسي عشان ما احطش بلاشر بينك، يعني مش عارفه، حاسه ان انا يعني وانا بقفل هحط برضه. هستخدم بقى البلاشر ده، فاكرينه الدبدوبه ده كان جاي مع السيت بتاعت كير بير. هو لونه كده اورنج فاتح شويه بس انا بحبه. بصوا لونه فاتح شويه كده. الهايلايتر ده بتاع جوسي بيوتي برضو اللي اسمه ميرميد، حبيب امه بجد، حبيب امه يا ناس. بقيت بحط حاجه خفيفه قوي يعني، مش كتير زي زمان كنت بملي وشي خالص بالهايلايتر، دلوقتي لا. بصوا بقى اخر حاجه خلاص، كنت بحدد شفايفي بالقلم ده بتاع برنسس من عند جوسي بيوتي برضو. الدرجه دي حلوه قوي 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 قوي، رقم 607. ده لونها خطير، يعني عارفين لونها ترندي جدا. مش عارفه بقى لو عايزه احط عليه لون تاني مثلا، اجرب الشيد دي. حاسه ان هو كده عاجبني، لذيذ. وبجد انا بكره الحوادث اللي بتحصل في الميك اب وانا شغاله في الصيف، يعني بكرهه. الاقي حوالين بقي اتملى ميه، اجي امسحه الاقيه مره عادي الميه اتمسحت واتشالت في المنديل، ومره الاقي وشي كله طلع في المنديل. انا ما بحبش فصل الصيف، ما بحبوش. فككوا بقى، فككوا، تعالوا نشوف المفاجاه بتاعت النهارده. كنت هتجنن عليهم، لا ده انا جايبه تشكيله خطيره، جايبه كذا واحده كمان. بس عشان انا ما بهدلهاش بالميك اب فهتبهدل الطرحه بتتغسل، دي مش تتغسل. نعمل كده بقى. لا جامدين معمولين بكواليتي خطيره. وانا اصلا كنت عايزه اجيبها من شهر مثلا ولقيتها ب 500 جنيه. اللي هو ليه؟ لا ده يعني انا جايباها بنص السعر. البنت كمان عشان خاطر حبايب مينو طلعوها ب 280 جنيه. انا رحت جايبه 2 كده. انا جبت 2 وخدت منها شويه عشان اوريهم لكم وهرجعهم لها تاني. بس بجد حلوين حلاوه يعني، في التصوير تحفه. هقرفكم بقى بيهم في الريفيوهات اللي جايه عشان انا مبسوطه بيهم. وانتوا عارفيني بحب احط حاجات على راسي قوي، مش عارفه يعني مدام فونتاز في نفسي. لو انا طول ما انا قاعده بقى هقعد اعاكس نفسي بقى باللوك ده. ده اللوك بتاع العيد بتاعي اللي انا هعمله. ممكن اقلل منه شويه افورات، بس انا بحط
كده يعني، انا اوفر. انا لو نازله مثلا وهشوف قرايبي وبتاع لا بحط ميك اب كتير يعني، بحب كده. واتمنى ان ما يبقاش عندي ولا واحده في الكومنتات من اللي هم بتوع اللي انتي حاطاه ده انا ما بحطش غير تنت وروج، لا انتي مش تبعي. اتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو النهارده وحبيتوا الفاونديشن كمان بتاع النهارده. كان في بس شويه حاجات كده ما عجبتنيش، يعني الفرشه ما عجبتنيش، الدرجات كانت مش كلها لايقه عليا، فكنت متضايقه وحاسه كده ان انا يمكن كده اطلع واحد من الفاونديشنات دول هديه. بس البنت من اسكندريه، عشان انا مش عندي شحن محافظات دلوقتي، بطلت اتعامل مع شحن محافظات بقالي كتير، فهختار من الكومنتس بنت من اسكندريه هتختار فاونديشن من دول، بس هي تكون فاتحه يعني تكون افتح مني، لان الدرجات اللي معايا كلها للاسف فاتحه. بس كده، كل سنه وانتم طيبين، بحبكم جدا، باي.